ايه ده؟ هو النهارده بجد 8/3؟ هو ده حقيقي اللي انا شايفاه؟ يعني زي النهارده من 5 سنين انا اتجوزت؟ ايوه انتوا فهمتوا صح، النهارده عيد جوازي، وطبعا الحبايه لازم تنور وشي. الحقيقه ان انا كنت محضره حاجات كتير قوي اعملها النهارده، بس بما ان الجو فاجئني فما عرفتش اختار ايه الاوتفيت اللي ممكن البسه، بس ممكن اوريكم انا كنت ناويه البس ايه. انا جايبه الدريس ده بقالي تقريبا داخله في 3 سنين، وكل ما اقرر ان انا اطلعه عشان البسه يحصل حاجه تخليني دايما متردده ومش عايزه البسه. قعدت افكر طب هعمل ايه. بما اني كنت مجهزه نفسي ان انا البسه فحاولت البسه عشان اقنع نفسي بيه، بس ما اقتنعتش، مع اني وديته لللاندري وكويته والله ما بخلت على نفسي، بس لا مش هينفع، ما عنديش جاكيت يليق عليه، هبقى افتكر اجيب له جاكيت. طبعا طلعت الدولاب كله، قعدت اقيس وقلع عشان اقرر ايه اللي هلبسه. ما طلعت الدولاب كله ما ظبطش حاجه غير ده، يعني مش وحش، لذيذ. كنت عايزه البس حاجه شياكه بس ما يجرى حاجه لو ما نزلتش ولغيت، مش قادره بعد لما قست كل الدولاب تقريبا، مش قادره اخد قرار ان انا انزل، جالي صداع وهبوط حدس. ممكن اكنسل، ممكن ناكل هنا في البيت وخلاص. حابه اقول لحبايتي كل عيد جواز بنتك طيبه وكويسه، يا رب تكوني مبسوطه. قعدت يعني شهور مفيش حاجه طلعت لي في وشي، فجاه قالت لي هلو، يعني مش عارفه اقول لك شكرا يا حبايه. وطبعا بما انه يوم مميز فكان لازم ان احنا نتميز، فرحنا بقى ايه مطعم في بحري. كان لازم يا جماعه اروح بحري بصراحه، يعني بحري يعني احتفال، بحري يعني مناسبه، بحري يعني انبساط، بحري يعني فسحه معروفه. امتحان مفاجئ يا زوز، امتحان مفاجئ بما ان ده عيد جوازنا الخامس. دلوقتي فاكر واحنا مخطوبين زمان في مره كلمتك الفجر صحيتك من عز نومك وانت عندك تاني يوم شغل كان فاضل لك نص. ايه ده انت فاكرها؟ قلم السنون اللي اتكسر. ايه ده انت مش ناسيها لي؟ انت اتجوزتني عشان تنتقم. اكيد، المفروض انت اللي تفتكرها لي مش انا اللي انساها لك. طب بعديها جوزتني ليه؟ بامانه يعني ايه اتجوزتك ليه؟ يعني بعد ما انا حطيتك في الموقف ده، صحيتك 5 الفجر وانت فاضل لك ساعه وتصحى تروح شغلك عشان القلم بتاعي اتكسر. عادي، انت عملتي حاجات اصعب من كده بكتير. طب استنى، فاكر في مره ما كلمتك وكان عندك صبح امتحان وكانت في ناموسه في اوضتي وقلت لك اقسم بالله قلت لك اقسم بالله ما هتنام غير لما تقول لي ازاي اقتل الناموسه؟ ايوه حصل. اتجوزتني بعد ده كله ليه؟ طب انا هقول لك اتجوزتك ليه. دلوقتي لما يبقى في ناموس في الاوضه وتقولي لي اقتلها، بقى اقتلها؟ لا طيب خلاص، يعني انت بتنتقم، ده اعتراف ان انت تموت. لازم الناموسه دي تموت، حاضر ماشي. وفي الاخر ما موتهاش. مش مشكله. اتجوزتني ليه يا زوزة بعد كل المواقف الصعبه اللي انا حطيت فيها؟ دلوقتي لو حاجه اتكسرت زي القلم اللي اتكسر قبل كده او الحاجات دي وعيطتي، انا بعمل حاجه؟ لا بصراحه بتعمل. لا خليني حقانيه، لما بعيط بتعمل. لا انا بتكلم ان لو حاجه اتكسرت في البيت او حاجه مش عارف ولا بتعبرني ولا بتعبر الحاجه. يعني ده كله كان تمثيل، ده اعتراف ان انت كنت بتمثل عليا الحب والاهتمام. صح. لحد ما توقعني في شباكه. مش انا، ده اي راجل بيعمل كده. انت معترف ان كل الرجاله بتمثل؟ ده مش تمثيل. امال ده اسمه ايه؟ انت لما تنزلي نتغدى او حاجه، ايوه، قبل الجواز ايام الخطوبه وتحطي ميك اب وتعملي مش عارف ايه وتمسكي الشوكه تعملي انا عمري لا مثلا، يعني مثلا الناس اللي بتعمل كده او تعملي اي حاجه مثلا معينه ولا أيوة. حاجه، هل انت واحنا قاعدين نتغدى على السفره بتقومي تحطي ميك اب لا بس هو انت لما بتيجي كنت تتغدى عندي ايام الخطوبه كنت بقوم احط ميك اب؟ انا ما خدعتكش يا بيه.